هاي المشاريع ستبون، هاو المشروع اللي الإعلام المغربي ووكالة الأنباء المغربية والنشطاء المغاربة لا يتكلمون عليه، وما كانوش يتكلموا عليه ودايرين هيلولة وعرس وزغاريت حتى يكاد يكتمل. راهو قريب يكمل هذا السد اللي هو إنجاز عظيم. عظمة هذا الإنجاز أين تكمن؟ تكمن في خنق الجزائر. احنا عندنا الأسطح المائية أو حتى الآبار، المياه الجوفية في منطقة بشار وتندوف، هذه المنطقة الصحراوية شمال أدرار. هذه المنطقة من المناطق الجافة، نعم من المناطق الجافة اللي فيها مشكل تاع مياه كبير وكبير جدا. وعندنا سد الجرف اللي هو في بشار، هو المتنفس الوحيد اللي يعتمد عليه سكان المنطقة ككل، سواء مدنيين أو عسكريين. عايز قلت لكم أنا بعد استراتيجي وأمني خطير وخطير جدا. حتى سكان المخيمات في تندوف يعتمدوا على هذا الموارد المائية اللي هي هذا سد الجرف أو بعض الآبار هنا وهناك في المنطقة اللي هي منطقة جافة، منطقة ناقص فيها الماء بزاف، مشكل كبير تعاني منه المنطقة. بالرغم من أنه الأودية والمياه المتدفقة من جبال المغرب تأتي إلى هذه المنطقة للصحراء، يعني منطقة بشار وتندوف والمناطق الصحراوية وبني ونيف وهذه المناطق كانت تتغذى، المياه تتغذى من الأمطار التي تسقط في المغرب وتنزل للصحراء، اللي تسقط في جبال المغرب وتسقط في الصحراء. لأنه كان في الجغرافيا كان منطقة يسموها مناطق اسمها مناطق الظل. مناطق الظل هذه اللي هي تغطيها الجبال المغربية. المناطق هذه الجبال تغطي على الأمطار، ما تسقطش الأمطار في الجزائر، تسقط في المغرب، لأنه الجبال هذيك توقف السحب هذيك اللي تجي من المحيط أو من المتوسط تصطدم بالجبال تاع المغرب وتسقط الأمطار بكثافة في المغرب. مثل ما راه حاصل الآن في المغرب فيضانات أدت إلى غرق قرى ومدن. كاين قرى في المغرب غرقت، الماء وصل 4 متر، غرقت ديور، غرقوا 4 متر، وصل الدالة، وصلت الدالة 4 متر 3 متر مغطية، الناس طلعوا فوق الدالة وغرقوا، لأنه فيه فيضانات نتيجة الأمطار الموسمية اللي جات اللي اصطدمت بالجبال وسقطت. يعني لا تصل إلى التراب الجزائري، ما توصلش للجزائر، ما تدخلش الجزائر. لكن الجزائر كانت تستفيد من عائد هذه المياه من خلال الأودية والأمطار هذيك اللي توصل. أولا يتعمروا الآبار، الأرض تشرب ويولوا كاين البئر اللي يقدروا الناس يخرجوه ما يشربوا، أو يتعمر السدود، وخاصة السد الجرف اللي هو من أكبر السدود في منطقة بشار. الآن المغرب بعد ما بنى هذا السد العملاق اللي هو 5 سد في المغرب، يعني من السدود الكبيرة، اللي هو السد هذا اللي يسموه الخنكرو أو الخنكروا هذا المغربي، الآن رايح يمنع منعا تاما وصول المياه إلى الجزائر. لا مياه جوفية، الآبار رايحة تجف لأنه الأمطار تجي من المغرب، والآن يوقفوها تولي المياه الجوفية ناقصة بشكل كبير. والمياه التي كانت تغذي سد الجرف والسدود الصغيرة في المنطقة نفس الشيء رايح تجف، يعني رايحة تعاني معاناة شديدة جدا 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 في الفترة القادمة. بعد ما يستكملوا المغرب هذا السد نهائيا 100%، رايحين سكان المنطقة عندنا يدخلوا في أزمة كبيرة وكبيرة جدا. لكن عمرنا ما تكلمنا عن هذا الموضوع، عمرنا ما ناقشناه، بالرغم من أنه موضوع وملف استراتيجي يتعلق بالأمن المائي ويتعلق بالأمن القومي، الأمن المائي والأمن القومي راح يمس ويضرب بشكل كبير وكبير جدا. في أشهر وسنوات سابقة كنت نقول لكم أن الحرب العالمية الثالثة ستكون حرب مياه،
ستكون الحرب العالمية الثالثة من أجل المياه.